بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. معنا إن شاء الله في الفيديو ده ريسيفر صيني ستار ماجيك 3 سبعات. مشكلة الريسيفر إن هو شغال قنوات اتش بس أو قنوات أفقية فقط، مش بيشتغل القنوات اللي هي العمودي. هوصل عندي نفشة الريسيفر وجيب عندنا الملتيمتر ونقيس مع بعض كده الجهد الخارج عندنا لتشغيل ال ان بي. المفروض القنوات الفي بتكون 13 فولت، قنوات الاتش بتكون 18 فولت. لما يكون عندي هنا الريسيفر مش مركبين عند العدسه او السلك بتاع ال ان بي، بيبقى الجهد ال 18 خارج 20، والفيرتيكال بدل 13 بيبقى خارج 15، بيبقى 15 20. الفي 15 والاتش ايه 20 بدون حمل، يعني بدون توصيل السلك بتاع الايه بتاع الطبقه. شغل ملتيمتر كده نخليه مثلا على ايه على 60 فولت، وركب عندنا سلك ملتيمتر في مخرج ال ان بي كده 20 فولت اهوت في الملتيمتر. كده مهما غير عندنا في القنوات في الريسيفر، كده قناة كام؟ كده قناة 561. مهما غير عندنا في القنوات هيفضل عندي الفولت هو كده 561. هطلع كده بالقناة مثلا كده، كده نفس الفولت برضه هو نفس الفولت على الملتيمتر. كده 1 2. كده رقم واحد اهيت. نفس الفكرة برضه الفولت برضه مازال 20 فولت. طيب هنا في الجهاز دوت بيشتغل عندي هنا على ترانزستور واحد فقط مش ترانزستورين. بس بسرعة كده نروح على الترانزستور دوت هنقيسه، اللي هو ده اللي بيحول معايا ما بين القطبية في و اتش. هجيب ملتيمتر على وضع قياس الديود، واجيب اطراف الملتيمتر ونقيس عندنا هنا ترانزستور اللي هو ده. الطرف اللي على الشمال كده ونقيس كده، اديني رقم قليل. الطرف اللي على اليمين خالص اديني شورت صريح. نعكس طرف الملتيمتر كده ونقيس بنفس الطريقة برضو، رجل الشمال مع رجل في النص نفس القيمة، رجل الشمال مع رجل اليمين شورت صريح. كده الترانزستور كده يعتبر بايظ ولازم يتغير. طبعا عشان تفك البوردة وتغير الترانزستور دوت الموضوع بيكون صعب شوية، فممكن تجيب قصافة من أي نوع وتيجي قص الترانزستور دوت بقصافة علشان تسهل أو تقلل الوقت بتاع ايه التصليح. كده قصيت الترانزستور اهوت. هجيب واحد نفس الرقم كده. جبت ترانزستور جديد نفس الرقم اهوت اس 8550، هنركبه مكان التاني. هدي كده ترانزستور شوية قصدير كده عشان نعرف نلحمه فيه البوردة. شوية تصدير برضه عندنا مكان مركب ترانزستور. مركب ترانزستور بقى، خلي بالي من مكان الترانزستور الترتيب بتاعها. كده الترانزستور اتلحم في المكان بتاعه بالظبط اهوت، مركبينه بشكل لطشه كده.
كده بقى نوصل فيشة الريسيفر ونقيس مع بعض كده الفولت الخارج كام لتغذية العدسة أو ال LNB. طرف على جسم الريسيفر، الطرف التاني فيه طرف الإشارة مدخل العدسة. كده الجهد قناة واحد بقى 14 اهوت، كده يعتبر فيرتيكال. دي قناة واحد. نقلب قناة كده دي قناة اتش، دي قناة فيرتيكال. دي قناة اتش اهيت. كده يعتبر الريسيفر اشتغل. طبعا ما جربتش الصورة، ولكن كده يعتبر طالما الجهد خرج معانا مظبوط 13 18 او 14 19 يبقى كده اشتغل، مفيش اي مشكلة. ده كان فيديو سريع لقطع اشارة الفيرتيكال في ريسيفر سين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.